26 أبريل 1986 في مدينة بريبات الأوكرانيا، كانوا المهندسين في محطة تشيرنوبل للطاقة كيديروا اختبار تقني في المفاعل رقم 4. الهدف كان تجربة طريقة جديدة لتوفير الطاقة في حالة طوارئ، ولكن خطأ في الحسابات غيقلب كل شيء. في الساعة 1:23 صباحا، وبسبب خلل مفاجئ ارتفعت الحرارة داخل المفاعل بشكل كبير. في ثواني وقع انفجار داخلي وانتشرت مكونات المفاعل في المحيط. العاملين داخل المحطة ما استوعبوش حجم المشكل وظنوا أن الحادث محدود، لكن في الحقيقة كانت واحدة من أكبر الأزمات التقنية اللي وقعوا فيها في حياتهم. فرق التدخل جاوا بسرعة بلا ما يعرفوا أن الوضع كيتطلب احتياطات خاصة. المدينة كلها ما كانتش عارفة حجم التأثير، وبقوا الناس عايشين حياتهم بشكل عادي. ولكن في 27 أبريل أخيرا السلطات قررت الاعتراف وإجلاء السكان مؤقتا. الآثار انتشرت في مناطق واسعة والتأثير البيئي كان كبير. حتى اليوم تشيرنوبل قد رمز نووي، والمدينة تحولت لمكان مهجور شاهد على واحد من أهم الأحداث في التاريخ. 10 يوليوز 1971 كان الحسن الثاني كيحتفل بعيد ميلاده الثاني والأربعين في قصر الصخيرات وسط شخصيات كبيرة من المغرب والخارج. الأجواء كانت زوينة والناس مستمتعين، حتى وقع اللي ما كانش في الحساب. فجأة جنود مسلحين دخلوا للقصر وبدات الفوضى في كل بلاصة. الناس كيجريو، كاين اللي بقى مصدوم في بلاصتو بلا حركة. الجنود كانوا طلاب عسكريين تم التغرير بهم من طرف المذبوح وأعبابه للانقلاب على الملك، اللي في هاد الوقيته كان عارف مزيان كيفاش يتعامل مع الموقف. وسط هادشي كامل الحسن الثاني بقى ثابت، ما خافش ما هربش. تقدم عند الجنود وقال لهم: ولادي اش كاين؟ هاد الكلمه دارت لحظه صمت، وبعض الجنود بداو كيتردوا. بفضل ذكاء الملك الوضع بدا كيرجع تحت السيطره، والخطه الانقلابيه ديال المهاجمين فشلات. هذه كانت ليله ما كتنساش، خلات الحسن الثاني اكثر حذر ويقظه، وعارف ان الخطر ديما يمكن يجي من اقرب الناس وفي اكثر لحظات هدوء. 20 غشت 1953 السلطات الفرنسية قررت تنفي الملك محمد الخامس وعائلته لجزيرة كوريسكا ومن بعد المدغشقر، حيث كانوا باغيين يعوضوه بسلطان آخر خاضع للاستعمار. الهدف كان إخماد المقاومة، ولكن العكس هو اللي وقع. من نهار تنفى الملك المغاربة حسوا بالإهانة، وبدات مظاهرات كبيرة في مدن بحال كازا، فاس ومراكش. في 2 أكتوبر 1955 المقاومة المسلحة دخلت في مرحلة جديدة، وبدات عمليات فدائية ضد الفرنسيين، وخصوصا من طرف جيش التحرير المغربي. الضغط زاد على فرنسا، والمغرب كامل ولا كيطالب برجوع السلطان الشرعي محمد الخامس. من وراء هذا الضغط في 16 نوفمبر 1955 محمد الخامس رجع للمغرب واستقبلوا المغاربة بفرحة كبيرة. بعد شهور قليلة وبالضبط في 2 مارس 1956 المغرب غيحصل رسميا على الاستقلال، وبهذا كانت نهاية الاستعمار الفرنسي بعد أكثر من 40 عام. عملية البراق F5 في صيف 1972 كان الملك الحسن الثاني راجع من فرنسا في طيارته الخاصة بوينغ 727. الرحلة كانت عادية حتى بانت فجأة طائرات حربية مغربية من نوع F5 حلقات حد الطيارة الملكية بطريقة غريبة. قبل ما يفهم طاقم شنو واقع، بدات المقاتلات كتلقى الرصاص على الطيارة، الزاج كيتهرس والدخان بدا كيطلع. الطيارين وعلى رأسهم محمد القباج تصدموا، وهما اللي كانوا كيشوفوا رفاقهم في القوات الجوية ولاو دابا أعداء، بقاو يطيحوا الطيارة ومعها الملك. وسط هاد الفوضى بقى الحسن الثاني مكالمي بحال شي قائد عارف مزيان اشنو كيدير. خدا اللاسلكي ودوا بلا خوف وقال: الو الجنود، راه المهمة سالات، الملك راه مات. هاد الجملة كانت حيلة ذكية خلى بها المهاجمين يتيقوا ان المهمة نجحات، فبداو كينقصوا من الهجوم وكيبعدوا على الطيارة الملكية. هاد اللحظة كانت كافية باش الطيار ديال الملك محمد القباج ينزل طيارة بصعوبة في المطار. من بعد ما توقفت الطيارة خرج الحسن الثاني وسط شوفات عامرة بالصدمة والرعب. كان عارف مزيان ان هاد المحاولة ما غاديش تكون هي الاخر. واش عمرك سمعتي بليليت، المرأة الأسطورية اليهودية اللي تخلقات قبل حواء ولكن تمردات وهربات؟ بحسب بعض النصوص اليهودية خاصة أباجاد بن سيرة، ليليت كانت أول مرة تخلقات مع آدم من نفس التراب ماشي من ضلعو بحال حواء. هادشي خلاها تشوف راسها ند ليه ماشي خاضعة، وهنا بدات المشاكل. ليليت رفضت تخضع لآدم تكون مساوية ليه في كل شيء، ولكن آدم كان باغي السيطرة. بعد الصراع انتقات بالاسم السري ديال الله وهربات من الجنة للبحر الأحمر اللي كان معروف في ذاك الوقت بأنه مأوى الشياطين والجن. تمردات على قوانين الجنة وتزوجات مع الشياطين وولدات مئات الأطفال الشيطانيين. الله صفت 3 الملائكة باش يرجعوها ولكنها رفضت، فعاقبها تفقد مئات من وليداتها كل يوم. من بعد ليليت غتحول لروح
روح شريرة كتهاجم الأطفال حديثي الولادة وكتسبب كوابيس للرجال. مورا هروبها الله خلق حواء من ذراع آدم باش تكون أكثر طاعة، عكس ليليت اللي كانت متمردة. أسطورة ليليت دارت بزاف ديال الجدل، فكاين اللي كيشوفها شيطانة وكاين اللي كيشوفها رمز ديال الحرية والاستقلال. واش كتعرف شكون هي مورغانا اللي معروفة حتى باسم مورغانا لوفاي؟ هي واحدة من الشخصيات المشهورة في أسطورة الملك آرثر، وكيتصوروها بزاف كساحرة قوية وغامضة. بعض الروايات كتكون الأخت غير الشقيقة ديال الملك آرثر وبنت الملك أورثر. كانت تلميذة الساحر ميرلين، ولكنها استعملت السحر والمعرفة ديالها بمصلحتها الخاصة. في شي قصص كتبان كحامية لجزيرة أفالون، وفي شي روايات أخرين كتكون عدوة ديال آرثر وباغية تطيحو. استعملت السحر والخداع ضد فرسان المائدة المستديرة، وأحيانا كانت كتآمر مع مودريد اللي هو ولد آرثر غير الشرعي. ورغم أنها كتصور في بزاف ديال القصص كشخصية شريرة، كاين الروايات اللي كيبينوها غامضة وماشي كلها شر، بل عندها أهداف خاصة بها. في النهاية كيتقال أنها كانت من بين السيدات اللي خداو الملك آرثر لأفالون بعد معركة كاميلان. مورغانا كتمثل مزيج بين القوة، السحر والخطر، وهذا اللي خلاها تبقى شخصية أسطورية خالدة في الأدب والفولكلور. شكون هو أبوليوس؟ أبوليوس ولا أبولاي هو أديب وفيلسوف نوميدي، تولد في نوميديا في أوائل القرن الثاني وبالضبط في 125. توفى في حوالي 170 ميلادية. كان التعليم ديالو في أثينا وتم فين تأثر بالفن والفلسفة. فاش غيرجع أبوليوس من نوميديا غيتهموه بالسحر والشعوذة، وهنا غيألف كتاب العنوان ديالو في السحر. من وراها غيتفرغ للتأليف والكتابة، وغيخرج وحدة من الروائع وهو الكتاب اللي مكون من 11 جزء اللي غيحطو في مصاف الكتاب الكبار.